فما تكملش الفيديو يا مين ستريم يا افريج يا سهل يا متوقع. ضحيت بشبابي. والخلاف مش عن محمد صلاح، الخلاف على معنى كلمة تضحية، الخلاف عن التواصل وعن اللغة وعن قد ايه احنا بنسمع بعض وبنفهم بعض فعلا. ده كان كلام محمد صلاح، واللي بعدها الناس انقسمت ما بين اللي شايف ان دي تضحية واللي شايفها العكس تماما وما ينفعش نعتبرها تضحية. اللي شايفينها تضحية هم اللي اتعاملوا معاها من منطلق انها اختيار، وانك لما تختار تتنازل عن متع الحياة المختلفة في مقابل النجاح فانت ضحيت. اما بالنسبة لصلاح نفسه، فصلاح كشخص ناجح هو قادر يعي ان اي نجاح وصل له هو حصيلة تراكم الاختيارات اليومية اللي اختارها زمان، واللي تزامنت مع انه كان في عز شبابه، وانه لما يختار بشكل يومي الاختيارات اللي تخلي شغله اولوية على حساب باقي نواحي الحياة، فان دي كده تصنف تضحية، وتضحية بشبابه. بالنسبة للي مش شايفينها تضحية، فهم مش شايفين ان كلمة تضحية ينفع تطبق في حالة حصل فيها الشخص على مقابل، وبما انه صلاح حصل نجاح وشهرة وفلوس مقابل اللي عمله، اذا هي مش تضحية. وهنا بيجي الجزء المفضل بالنسبة لي، هو الفريقين اللي شايفينها تضحية واللي مش شايفينها تضحية بيرجعوا لإيه عشان يحددوا ده؟ ايه الحاجة اللي رجعوا لها؟ ولو جه على بالك دلوقتي انك تقول لي بيرجعوا للفار، فما تكملش الفيديو يا مين ستريم يا افريج يا سهل يا متوقع. عشان الموضوع اعقد من كده. الموضوع ليه علاقة بازاي بنتكلم وازاي بنتواصل، ليه علاقة باللغة نفسها، اللي هو ايه بيحدد ان كلمة تضحية تطلق في الحالة دي وما تطلقش في الحالة دي، او ايه بيحدد الكلام في المطلق بيتقال امتى وما يتقالش امتى.